السلام عليكم بنات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيات. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم مسيمنات ولا ملويات بواحد الطريقه اللي كتكون سهله وبواحد المكون اللي كيجينا المسمن مورق ولا الملوي مورق وخفيف ومحلول من الوسط وهشيش. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه وتبعوا معايا حتى الاخير، وشكرا وتبارك الله عليكم البنات. بسم الله. هنا كناخذوا جوج ليف ديال الدقيق الابيض الفورس مع زلافه ديال الفينو ولا دقيق القمح الصلب. كناخذوا منه زلافه وكنغربلوهم بطبيعه الحال، وكنضيفوا ليهم معلقه صغيره ديال الملحه ولا الملح حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، وكنعجنوه بالماء عادي ولا الماء دافئ وكنعجنوه. وهنا العجين ما كتكونش مطلوقه بزاف وما كتكونش قاصحه، كنعجنوها متوسطه وكنوضعوها في بلاستيك غذائي ونتركوها ترتاح. هنا من بعد كناخذ كاسروله وكنوضع فيها المقدار ديال الزبده اللي غادي نستعمل ولا الزبده اللي غادي تكفاني للتوريق. كناخذها وكندوبها، ومن بعد كنضيف ليها نصف كأس ديال الزيت النباتيه وكنخلطوها. من بعد ما كيرتاح معنا العجين ولا كتطلق العجينه كناخذوها وكنوضعوها كويرات على هذا الشكل هذا. وضعوا القياس اللي بغيتوها البنات، واش مسيمنات كبار ولا صغار، وضعوا القياس ديالكم وكنعملوها كويرات على هذا الشكل هذا وكنغطيوها بالبلاستيك غذائي وكنتركوها ترتاح. من بعد كناخذوا المكون السحري ولا الخليط السحري اللي كيجي به المسمن ولا الملوي هشيش ومورق من الوسط. كناخذوا السميده الرقيقه ولا الفينو، النوعيه ممتازه كيكون السميد الدقيق ديالو مسمت. كناخذوه على هذا الشكل هذا وكنضيفوا ليه شاصي ديال الخميره ولا خميره كيماويه معلقه كبيره وكنخلطوه على هذا الشكل هذا. هذا هو المكون السحري اللي غادي نستعملوه في التوريق ديال المسمن ولا ديال الملوي. كيجي معنا الملوي هشيش ومفروك وخفيف، وانتم جربوها البنات وغادي تعجبكم الطريقه ان شاء الله. بسم الله. كناخذوا المسيمنه الاولى ولا الكويره الاولى وكنطرقوها على هذا الشكل هذا. كنسرحوها بالقليل ديال المكون الزيت والزبده اللي خلطنا وكنعملوه على هذا الشكل. وضروري هنايا ما كنرشوا الخليط السحري ولا المكون السحري، كنرشوه ملي كنورقو كنستعملوه كنرشوا رشيشه خفيفه الوسط وفي الجوانب على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا البنات. وكنجمعوا ولا كنربعوا المسيمنه ديالنا ولا كنستعملوهم مليويات اللي بغيتوها البنات. انا هنايا قسمت العجين الى نصفين، نصف استعملته مسمن مربع كما كتشوفوا معايا والنصف استعملته ملوي. هنا بعد ما كترتاح معنا العجينه شويه ولا كيرتاحوا المسيمنات شويه كناخذوهم وكنخبزوهم على هذا الشكل هذا. كنوضعوهم في المقلاة حتى كيشد راسهم شويه وكنرشوهم بالقليل ديال الزبده والزيت وكنبقاو نقلبوهم على هذا الشكل هذا حتى كيتحمر معنا العجين كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا ضروري كيبدا دوك النفيخات ولا النبيلات في العجين عاد كنقلبوا المسيمنه وكنبقاو نرشوا القليل ديال الزيت والزبده على المسيمنه وكنتركوها كتحمر على خاطرها. كيف ما كتشوفوا هنايا معايا البنات كيجي المسمن ولا الملوي هشيش ومنفوخ ومفروك بالمكون السحري اللي استعملنا ديال السميده الرقيقه مع الخميره الكيماويه. كيجي مفروق من الوسط ولا كيتنفخ. جربوا هاد الطريقه غادي تعجبكم ان شاء الله، وكنستعملوا ولا كنستمروا على الطريقه هذه حتى كنكملوا القياس اللي عندنا ديال المسيمنات ولا ديال المليويات. كيف ما كتشوفوا معايا هنا البنات كيجي محلول من الوسط ومنفوخ، وكنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال المسيمنات. وهنا بالنسبه للبنات الا بغيتو طرفوه في المجمد
كنطيبوه هنا غير نص تطيبه، ما كنحمروش، غير شويه كيشد راسو، وكنقلبوه من الجهه الاخرى، وكنوضعوهم في شي منديل حتى كيبردوا معانا مزيان. عاد كنجمعوهم ونوضعوهم في بلاستيك غذائي، وكنوضعوه في المجمد حتى كنحتاجوه، ومن بعد كنجبدوه وكنوضعوه في المقلاة مباشرة، وكيتحمر وكيجي لذيذ وكيجي محلول ولا مفرك. جربوه غادي يعجبكم ان شاء الله. ومن بعد هنايا خديت النصف الاخر ديال العجينه ديال الملوي حتى هي، وكنطيبوها على هذا الشكل هذا، كنوضعوها على الوجه ديالها، ومن بعد كنرشوها بالقليل ديال الزبده والزيت، وكنقلبوها على هذا الشكل هذا، وتنتركوهم حتى كيتحمروا، ومن بعد كنزولوهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الملوي. كيف ما كتشوفوه معايا البنات كيجي مفرك وخفيف ومفروق من الوسط كيف ما كتشوفوا معايا، وكتجي العجين ديالو هشيشه ورطبه، كيتقطع غير بوحدو، كيجي هشيش. واستعملوا هاد الخلطه اللي استعملت معاكم البنات، راه كيجي المسمن ديالها ولا الملوي ديالها كيجي هشيش وخفيف. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وشكرا لكم البنات لدعمكم وتتبعكم، وتبارك الله عليكم. وكنتمنى وكنتسنى تدعموني بواحد جيم ولايك، وشكرا وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.